بيقولوا إنك لو ناديت اسمها في المراية 3 مرات ممكن تظهر لك. بلادي ميري، بلادي ميري، بلادي ميري. مع نور الشمعة الضعيف اللي كان مالي الأوضة، بس كان كفاية يخليك تشوف السرير والمراية والحيطة اللي كانت وراها. كنت قاعد على السرير وماسك الموبايل بتاعي وانا ببص على الاشعارات بتاعت القصة اللي كنت كاتبها، وهي كانت قاعدة قدام المراية على كرسي هزاز، جسمها كان ثابت زي التمثال، شعرها كان بيطير مع نسمة الهوا الباردة. وفجأة قالت لي وهي باصة على انعكاسها في المراية: انت فاكر انك لو ناديت عليها وانت واقف قدام المراية بعد نص الليل من الساعة 2:30 لحد الفجر وانت ماسك الشمعة وبتنادي عليها اكتر من 3 مرات ممكن تظهر لك في المراية؟ كنت سامعها وفتحت القصة على الموبايل ورديت عليها وقلت لها: مش عارف، بس كل يوم بقرا عنها حاجات كتير على الواتساب والفيسبوك. في اللحظة دي قلت لنفسي: ليه لأ؟ طب ما احاول اجرب انا. ولما لاحظت اني ساكت وباصص في الموبايل ضحكت وقالت: ايه اللي بتقوله ده؟ انت اتجننت، بلاش تعمل الحاجات دي، الناس هتفتكر انك مختل. رديت عليها وانا بهزر: يمكن عندك حق. وقفلت الموبايل وحطيته جنبي. وقتها قالت: يلا علشان تنام، الوقت اتأخر. وانا لازم امشي. في اللحظة دي قامت من على الكرسي ووقفت جنب السرير. اول ما بصيت لها جسمي كله اتخشب في مكانه. ايه ده؟ مين دي؟ في اللحظة دي شفت واحدة ست وشها كله كان مشوه زي الأموات، عيونها بيضة كلها وعظام وشها كانت باينة من تحت الجلد. صرخت صرخة عالية وهجمت عليا، لكن في اللحظة دي صحيت من النوم. قلبي كان عمال بيدق جامد، كنت عرقان ومش قادر اتحرك من مكاني. ده مش ممكن، كنت بقول لنفسي ده اكيد كابوس مرعب. الخوف كان مالي كل جسمي، قلبي كان بيخبط بسرعة. كنت قاعد على السرير ومش قادر اعمل اي حاجة ولا اتحرك من مكاني. كل الانوار كانت مطفية، اصلا انا كنت طفيها قبل النوم، بس ما كانش فيه غير نور الشمع الاصفر الخفيف كان منتشر في كل حتة في الأوضة. ستاير الشباك ولهيب الشمع كانوا بيتمايلوا مع بعض، والشمعة كانت قربت تدوب وتطفي في أي لحظة. إيه ده؟ المراية مكسورة، مش ممكن. يعني الصوت اللي سمعته ده كان صوت كسر المراية. في اللحظة دي جسمي بدأ يترعش. سألت نفسي سؤال: ماري الدموية؟ طب ازاي؟ ايوه، انا قبل شوية ناديت باسمها 3 مرات، ممكن تكون هي اللي ظهرت لي في الحلم. وانا بفكر قلبي بدأ يدق جامد والخوف كان مسيطر عليا. وفي لحظة حسيت ان زي ما يكون في صوت تحت السرير. نزلت رجلي بالراحة. أنا كنت بموت حرفيا من الخوف، كل شوية أتخيلها في صورة، بس كنت لازم أقوم علشان الشمعة خلاص كانت هتطفي في أي لحظة، وده لو حصل الأوضة كلها هتبقى ظلام رهيب.
ووقت ما كنت بفكر في كده كنت مرعوب وخايف، لكن قمت من على السرير ورحت ناحية المطبخ ماشي على طراطيف رجليا، لاني كنت خايف وحاسس ان دي غلطتي من الاول. انا اللي جبت الاشباح دي لحد بيتي. الساعة دلوقتي بقت 3:15 صباحا. لازم اشغل النور قبل ما الشمعة تطفي. ايه ده؟ الكهرباء قطعت، حتى الموبايل مش شغال، نسيت اشحنه. اعمل ايه دلوقت؟ ما كانش لازم استدعي شبح فلاديميري في البيت وانا لوحدي. اتصرف ازاي دلوقت؟ افتح الباب واخرج؟ طيب لو فتحت الباب ممكن الاقيها قدامي في اي لحظة. اعمل ايه يا رب قولي؟ وقبل ما اكمل كلمة واحدة باب الشقة اتفتح لوحده، وفجأة شفتها. ايوه شفتها، صرخت صرخة عالية، وفجأة الشمعة نورها بدأ يطفي لحد ما فجأة الدنيا كلها بقت ظلام في ظلام. ما بقتش شايف حاجة قدامي. مش ممكن، هو اللي انا شفته ده بجد؟ كنت سامع صوت دقات الساعة كأن قلبي بيدق معاها. انا ما كنتش قادر اتحرك من مكاني من كتر الرعب اللي انا شايفه، وسامع اصوات وهمهمة بتتكلم في وداني، بس مش قادر اوضح الصوت ده صوت مين وبيقول ايه. وفي لحظة حسيت بنسمة هوا باردة في وداني. الكلمات بقت واضحة. ايوه كنت سامعها بتقول: ينفع كده؟ المراية اتكسرت، ازاي هرجع بقى دلوقتي؟ يا ترى ايه اللي خلى شبح ماري الدموية تظهر لبطل حكايتنا النهاردة؟ اكتبولي في التعليقات، واللي هيكتب الإجابة الصحيحة ما ينساش يكتب جنبها اسمه علشان يكون بطل قصتنا الجاي. أشوفكم على خير في قصة رعب جديدة، وأقول لكم سلام.